7 شهور 44 دولة وأكثر من 4000 رياضي، وسؤال واحد يتردد دائما: شلون؟ شلون البحرين قدرت تستضيف أكبر حدث رياضي شبابي في آسيا خلال 7 شهور بس من التنظيم؟ وشلون تحولت قاعات مركز البحرين العالمي للمعارض إلى ملاعب؟ رحلة تحدي وتنظيم وفخر، ومن هني تبتدي قصتنا. اليوم صراحة في تحدي في رهان على أن احنا اليوم نقدم تجربة استثنائية إلى بطولة امتدت لأكثر من 13 سنة كانت واقفة. فاحنا اليوم عقب انقطاع 13 سنة قاعد تتنظم لأول مرة في البحرين. لأول مرة تصير في دولة عربية، في دولة خليجية. فاحنا بالأخير نتكلم عن تجربة أولمبية، مو تجربة رياضية عادية. عادة التحضير لمثل هذه الدورات يأخذ سنوات، لكن مملكة البحرين تجهزت لهذا الحدث الرياضي الضخم في أقل من سنة واحدة، علشان تجهز بنية تحتية ومتطوعين وملاعب. ومركز البحرين العالمي للمعارض اللي احنا متواجدين فيه تحول لمدينة رياضية. الحدث ما كان مجرد منافسات وميداليات، كان تجربة بحرينية متكاملة. يعطيك العافية خلود، ما شاء الله عساك مع القوة. سلمك جهد جبار قاعد تسوونها قبل انطلاق. سلمك يعافيك. الحمد شلون لله. استعداداتكم؟ استعداداتنا مثل ما تشوف الحمد لله. يعني يمكن التحدي كان مو سهل، لأن في فترة قصيرة إن احنا نقدر نستقطب المتطوعين بهالعدد والكم ما شاء الله من الشباب، ولكن بالنسبة لنا يمكن الحمد لله لأن احنا في البحرين عندنا ثقافة التطوع منتشرة عندنا. ما يخاف عليكم انتم شباب البحرين دائما قاعدها في اي مكان في اي زمان 100%. يعني مثل ما تشايف احنا قبل ما نبتدي البطولة الشباب كلهم الموجودين هنا يقولوا لنا اللي تمرون عليه بني اساعدكم، بني اسوي وياكم. شباب البحرين والطاقات التطوعية هي السبب الأول والرئيسي في نجاح أي دورة كانت أو أي بطولة. حتى التفاصيل الصغيرة كانت محسوبة، ولأن البحرين دايم سباقة حتى التفاصيل الصغيرة كانت محسوبة. وهذه شات بوت ذكي بالواتساب يخاطب الوفود بكل لغات آسيا، يترجم ويوجه ويجاوب في أي وقت وفي أي مكان. يعطيكم العافية حسين على جهودكم. اليوم لو توضح لي شنو دوركم في المركز؟ طبعا دي المركز يطلق عليه انترناشونال بودكاست سنتر أو مركز البث الرئيسي. راح نستقبل كل إشارات البث المتواجدة في كافة الملاعب والصالات الرياضية، ونستقبلهم كلها في ذي المركز ونوزعهم للقنوات الخارجية. حلو، فاليوم أي شيء قاعد نشوفه في القنوات الخارجية ينبث من هنا. بالضبط صح. يعطيكم العافية. الله يعافيك. قواكم الله. يعطيك. عمل جبار تقومون فيه صادق اليوم في الشوارع في السوشيال ميديا، كلمنا أكثر عن هاي الجهود. صراحة اليوم لما أتكلم عن جهود أنا أتكلم عن جهود فريق طاقم كامل متواجدين في كل أنحاء المملكة. إحنا اليوم صراحة الكلام قاعد نتكلم مو عن فقط الترويج إلى دورة الألعاب الآسيوية للشباب، بل الترويج إلى كامل مملكة البحرين. يعني اليوم صراحة أكثر من 44 دولة، إحنا رقم 45 كلها راح تجي البحرين، والبعض يمكن يجي البحرين لأول مرة، بعضهم حتى لما كانوا يسمعون عن مملكة البحرين وين هاي تصير. اليوم لو تأخر باص واحد شنو يأثر عليكم؟ بيأثر بشكل عود على البطولة كلها. يعني الباص هو بيأخر اللاعبين بيأخرون اللعب، بيأخر التصوير، بيأخرون وايد أمور. بس احنا هني بنحاول ان احنا نتدارك كل الأمور. فاحنا عندنا مال المواصلات بيكونون بعد موجودين ويانا، يعني كل الكوميونيتيز بيكونون هني موجودين ويانا وبيحاولون انهم يتداركون الموضوع من هني. اليوم عبد الله في جهات قاعد تتعاون وياكم في مركز العمليات؟ ايه وايد في جهات هني موجوده في هذه البطوله. يعني اغلب جهه يعني اللي احنا وايد وياها اللي هي وزاره الداخليه. عندنا ممثل من وزاره الداخليه هو اللي بيمثل حق كل الامور، بتساعدون ويانا حق اذا كان في زحمه، عن تاخير، عن ما تاخير. بس بعرف كم وصلتوا اليوم من عدد المتطوعين لحد هاللحظه؟ لحد الحين 2800 متطوع. ما شاء الله. إيه نعم. من البنات والصبيان طبعا. أكيد من مختلف الجنسيات بعد. خالد، اليوم الهوية البصرية تلعب دور كبير في الدورة. احنا صممنا الهوية البصرية وخلصنا الجايد لاين كله أول ما خذينا الانطلاقة في الدورة، وبناء عليها طبعا بالتنسيق مع قسم الماركتينج دخلنا في السوشيال ميديا
دخلنا على الاوتدور براندنج، اللامبوستات في الشوارع والبيلبوردز وهذه الامور كلها. اليوم الشعار الصغير الى اكبر شعار موجود حق الدوره انت وراه. اكيد احنا محددين الالوان طبعا والديزاينات والثيمات، كل هاي الامور بناء عليها نصمم كل الاحتياجات من ناحيه التسويقيه من قبل البطوله وحتى حزه البطوله اللي داخل الفينيوز وهذه الامور كلها. وشو انعكستوا الهويه البحرينيه في البراندنج؟ الهويه البحرينيه هو اللوجو مالنا اصلا مكون من حروف كلمه بحرين. حلو. ومبني على شكل شعله الاولمبياد. فهاللون احنا ربطنا الاولمبياد في مملكه البحرين. حلو. بالإضافة راح يتم تدشين 4 مراكز إعلامية من رياض خليفة في مركز البحرين العالمي للمعارض في صالة أم الحصم، ونتمنى إن شاء الله تغطية إعلامية ناجحة، ونشكر جهودكم ودعمكم لنا. بالعكس احنا بدون جهودك انت استاذ حسن احنا ما بنكون موجودين اليوم وياكم. طبعا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه ومتابعته وثقته في الكوادر البحرينية الشابة. أشكر سعد السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية اللي دائما هو متابع وموجه لنا. أشكر الأخ العزيز الأستاذ يوسف دعيج رئيس اللجنة التنفيذية للدورة اللي صراحة هو خير داعم وخير موجه لنا أيضا. وأشكر جميع إخواني رؤساء اللجان على تعاونهم وأعضاء اللجان، وشكر خاص للمتطوعين في اللجنة الإعلامية تحديدا، والشكر خاص لكم ولكل وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات تلفزيون البحرين وكل وسائل الإعلام تعاونت ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته. I declare the 3rd Asian Youth Games 2025 in Bahrain open. Ladies and gentlemen, please join me celebrating all our youth champions. شعلة البطولة طولها 8 أمتار، تشتعل بتقنية الووتر ميست المستدامة، رمز لحداثة البحرين وتوازنها بين التطور والبيئة. الرياضة مو بس منافسة، هي هوية ورسالة سلام تجمع الشعوب. هالدورة صنعت قصة فخر بحرينية، والحين عرفت شلون؟